في ملخصنا النهاردة هنعرف حكاية قدر ورد فعل يلمز على سؤالها المفاجئ، وهل فعلا خليل هيصالح زينب ولا أهلها كان ليهم رأي تاني. كمان هنعرف آخر التحريات اللي بتعملها زينب، وهل هتعرف مين هي بنت علي فؤاد ولا لأ. كل الأسئلة دي وحاجات تانية كتير هنشوفها في ملخص النهاردة، فتابعونا للنهاية. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بفلاش باك لجنة وابنها وبنتها وهم بيحاولوا يفوقوها، وكانت في حالة صعبة جدا بعد خناقتها مع يلمز اللي بتفوق وبتدور عليه مش بتلاقيه. فبتطلع تجري تستنجد باسمت بس مش بترد، فبتسيب ولادها في البيت وبتروح عند محطة التليفون علشان تتصل بسونومار، لكن برضه ما بتردش عليها. واللي بيبان من المشهد إنها واقعة على الأرض في الحمام. بنرجع لقدر واللي بيستغرب يلمز من سؤالها، وبتجاوبه إن الناس في الشارع كله بيتكلموا عن كده، حتى ابنه رفع عليه قضية. وبتبدأ تستفسر منه عن سبب رسالة جنة، وإن مفيش واحدة هتكتب رسالة زي دي من غير سبب. لكن يلمز بيدافع عن نفسه وبيبرر لنفسه، وبنفهم إن يلمز على علاقة بقدر، وبيطلب منها بشكل صارم ما تتكلمش في الموضوع ده ولا تسأله على اللي كان بينه وبين مراته. وبيتعصب وبيسيبها وبيمشي، لكن بتنادي عليه قدر وبتهديله شراب هي اللي مفصلاه مخصوص ليه هو. بنروح لخليل اللي بيستقبلوه في البيت، لكن بيبدأ أبو زينب يسأله عن سبب زيارته. فبيبدأ خليل يشرح إن هو كان مقصر في حق زينب، وهو كان بيمر بأوقات صعبة الفترة اللي فاتت، لكن دلوقتي هو أحسن ورجع لعقله. ومش بس كده، هو عايز يجيلهم تاني بشكل رسمي ويطلب زينب. أبوها طبعا مش بيتبسط، لكن بتبدأ أرمان تتكلم بشكل وحش عن مستوى خليل، وإن أكيد أمه كان عندها حق لما اختارت له واحدة متعلمة وبتشتغل وجميلة. فطبعا بيحس بإحراج وبيعرفها إن أمه ما اتكلمتش معاه ولا مرة. وبنشوف يلمس بيروح لقبر جنة بعد ما مشي من عند قدر، وبدأ يذم في جنة وإنها أسوأ إنسانة شافها في حياته، وقلع جزمته وحدفها بعيد، وبيتوعد لها إن هو هيطلع براءة ومش هتقدر تأذيه. بيبدأ خليل يعرفهم على أهله، وإن علي فؤاد يعتبره أخوه كبير وشريكه كمان في الشغل، وده بيضايق جيم أبو زينب وبيقوله إن هو مشارك واحد قاتل، وبينهي معاه المقابلة بقلة ذوق. بيمشي خليل وهو متضايق، وبتطلع وراه زينب لكن بيتخانقوا وبيسيبها وبيمشي. بترجع زينب البيت وهي متضايقة من أبوها وأمها، وبتلوم عليهم في اللي عملوه مع خليل، وبتطلع تلم حاجاتها وتمشي من البيت، وبتحاول تتصل بخليل لكن مش بتقدر توصله علشان تليفونه مقفول. فبتركب عربيتها وبتمشي. بيمشي خليل وهو متضايق إن هما جابوا سيرة أمه، وبيبدأ يفتكرها زمان لما كانوا متجمعين على الأكل في رمضان، وهي بتحاول تطلب من يلمز ينزل يشتغل علشان يكفي احتياجات البيت، لكنه بيتعصب عليها وبيسيبها وبيمشي. بتنزل تاني يوم تجيب أكل، فبتقابلها جارتها اللي بتفهم إن جوزها مش شغال كعادته، وبتعرض عليها تجيب لها شغل مؤقت، وبتوافق جنة على طول. بنروح لفريدة اللي قاعدة بتفتكر جوزها كيفنج اللي جالها البيت علشان يرجعها، لكن هي بتتعصب من أيلول اللي معاه وبتبدأ تكابر وترفض ترجع معاه. بتفضل تعيط، فبتدخل عليها برسان وبتقول لها إن هو عمره ما خانها وإنها ظلماه، وإنه جالها كذا مرة وهي رفضته. بتبرر فريدة إن هو عايزها تبعد عن أبوها، فبترد عليها أختها إن هو عنده حق، وإن حتى أبوها دلوقتي بقى له حياته. بيرجع يلمز من المقابر، فبيقابل ابنه في الطريق بالعربية واللي بيكلمه بطريقة وحشة أو بيسيبه وبيمشي. وبتشوفه سراي، فبتدخل لهم الأوضة وبتقول لهم إن جدها جه أو من غير جزمة وحالته صعبة جدا. بيخرجوا له كلهم، بيلاقوه قلع شرابه وكله طينة، وبيقول لهم إن الطين ده ممكن يطلع، لكن الطين اللي رميته أمهم عليه مش هيطلع أبدا. أو بيسيبهم وبيدخل أوضته وهو متعصب. بتروح زينب المكتب وبتتفرج على صورتها مع أبوها وأمها، فبتقلق أمها في نص الليل بتلاقي جيم خارج وبيقول لها هيشم هوا ويرجع، واللي أول ما بيخرج بيبعت رسالة لعلي فؤاد إن هو صبر عليه كتير وإنه جايله. بيرجع جنير الشركة بيلاقي مكتب زينب منور وبيلاقيها نايمة، فبيغطيها بالجاكيت وبيلاقي اللاب مفتوح وبيقرأ الإيميل اللي بعتاه وبيسيبها وبيمشي. بنلاقي كمان إن جيم وصل لعند اليخت بتاع علي فؤاد وهو شكله ناوي على حاجة، وبيطلع النهار وبيتصل خليل بزينب وبيعتذر لها عن امبارح وإنه دلوقتي بقى أحسن، واللي بيعرف إنها باتت في المكتب وبيتضايق منها، وبيقول لها إن هو هيقابلها بالليل هو وعلي فؤاد ويتعشوا سوا وبتوافق. بتقفل مع خليل، بتلاقي أمها بتتصل بيها لكنها مش بترد عليها، وبتلاقي جنير داخل يقول لها إن هو شافها نايمة بالليل، وكمان لها إيميل هي بعتاه علشان تستلم ملفات قضية علي فؤاد. فبتقوله إنها متعلقة بيه جدا وبتحبه كمان وحاسة إن بنته ما ماتتش. فبيتفهم الموقف
وبيقول لها عن راجل شغال معاهم اسمه صارب تقدر تستعين بيه وهيساعدها جدا. بتوصل رسالة لخليل من علي فؤاد واللي بيقوله إن هو هيبعد شوية وإنه يخلي باله من زينب. طبعا بيتضايق خليل وبيحاول يتصل بيه لكن تليفونه مقفول، فبياخد تغرط وبيطلعوا على بيته بالعربية. بتصحى فريدة تاني يوم وبتدخل تنادي أبوها علشان يفطر معاهم لكن بيرفض علشان ملوش نفس. بتطلب منه فلوس علشان تكشف وتستلم التحاليل لكن بيقول لها تشوف مركز مجاني تعمل فيه أحسن وبيمشي. بتوصل أيلول الشركة بتلاقي كيفنج بينادي عليها وبيحاول يعتذر لها عن اللي حصل لما كانت معاه، فبتطلب منه يقفل الموضوع لكن هو بيصمم يتكلم. فبتقوله إن هو يتكلم لحد ما ساعة الرمل تنتهي وفعلا بيبدأ يفهمها. وبعدها بتقوله خلاص كده الموضوع انتهى ومش لازم يتكلموا فيه تاني، وبتستأذنه علشان ترجع شغلها. وشكله معجب بيها وعجبه موضوع ساعة الرمل وراح مصورها ومنزلها عنده على الصفحة. بتروح أيلول لمكتب زينب اللي بتبص على تقارير الطب الشرعي وبتلاقيها فيها مغالطة بسبب الوفاة، فبتطلب زينب منها تجيب لها بيانات صارب وتخليه يجيلها ضروري. بيتجه خليل وتغرط لبيت علي فؤاد وهما في العربية بينصحوا إن هو مش مطمن لعلي فؤاد وياخد حذره منه. بيفتكر خليل أمه في اللحظة دي لما كانت بتشتغل ودخلت مكتب صاحب الشغل علشان تنظفه وبالصدفة لقت صورته مع مراته في الدرج، فالرئيسة بتاعتها بتفهمها إن ده صاحب الشغل واتحبس بسبب إن هو قتل مراته، لكن جنة بتقول لها إن مستحيل يكون قتل وهي بتعرف القاتل من عينيه. بيقعد يلمز يشرب شاي فبيلاقي يوسف جايب له الجزمة وجاي وقاله إن هو لقاها عند القبر، فبيطلب منه يجيب له عصاية علشان ينظفها وهو متضايق. وبيقوله إن الناس مش مبطلة كلام وبيتهموه حتى وهو بريء، وبيقوله إن هو هيعرف يخرج نفسه إزاي من الموضوع ده أو بيسيب يوسف وبيمشي. بتقرر فريدة تاخد بنت أختها معاها المستشفى وبيجهزوا نفسهم في البيت، وبتلاقي فريدة البوست بتاع جوزها اللي نزله وكاتب عليه حتى آخر ذرة رمل. وبتفتح الموبايل أيلول كمان وبتلاقي البوست بتاع كيفنج، فبتلاقيه معدي من قدامها وبيضحك لها. بيوصل صارب المكتب زينب وبيبدأ يشاركها القضية ويقول لها إن هو شايف إن في شخصيتين مش بس واحدة، وإنهم محتاجين يدوروا في سجل كل المولودين في نفس اليوم علشان يوصلوا لو في أي حد ليه شبهة تمس الموضوع ده. بتروح فريدة وسراي المستشفى اللي بتخليها تروح تحجز لها، وبتبدأ فريدة تحس بوجع في بطنها جامد وبتحاول تخرج بره المستشفى تشم هوا، فبتلاقي قدر سندتها. بيوصل خليل لبيت علي فؤاد وبيلاقوا الشرطة علشان عايزين ياخدوا أقواله في الاسم. بتبدأ قدر تساعد فريدة تفوق وتشربها مية لكنها بتتعامل معاها بقلة ذوق وبترفض تتكلم معاها كتير. وبتلاقي سراي جاية وبتشكر قدر علشان ساعدتها، فقدر بتسألها انتي بنت برسان، وبتقول لها انها اتعرفت على والدتها وانها ست محترمة جدا، لكن بتقاطعها فريدة وبتاخدها وبتدخل المستشفى تاني علشان تلحق دورها. بتقعد أيلول مع زينب في المكتب وبيجي الأمن يسلمها هدية من علي فؤاد، فبتاخدها وبتفتحها بيطلع جايب لها سلسلة عليها زهرة، والزهرة دي كانت اسم بنته وهي سالكيم، وكاتب لها رسالة إن مفيش شيء صدفة خالص. وبتحاول تتصل بيه بتلاقي التليفون مقفول، فبتقول لأيلول إنها مش هتاخد الهدية دي وهتديها لبنته أول ما توصل لها. بيروح خليل الاسم وبيسمعهم رسالة علي فؤاد اللي بعتها له، وبيقولوا له إن هما بيدوروا عليه علشان عرفوا إن هو طلع باليخت ولقوا اليخت فاضي وشاكين إن هو يكون وقع في البحر. لكن خليل مش بيصدق وبيتعصب، وتغرط بيحاول ياخده لبره علشان يهدى. وهو بياخد تغرط لمكان اليخت فبيلاقي عمر اللي بياخده على جنبه وبيقوله إن جه الوقت اللي تقوله فيه لزينب إنها بنت علي فؤاد. لكن طبعا خليل بيقوله إن هو ما يقدرش يعمل كده، فبيقولوا إن خلاص علي فؤاد انتهى وقته، أو بما إنك بمثابة ابنه فأنت اللي لازم تقول لها. بيرجع خليل العربية وهو بيفكر في علي فؤاد وهو حزين جدا. بتصحى أم زينب بتلاقي جوزها رجع وبتلاقي تليفونه على الترابيزة، فبتفتحه وبتلاقيه مكلم علي فؤاد بالليل لما مشي من البيت. بيوصل خليل الشركة عند زينب وبيسمع جنير خبر علي فؤاد وبيستغرب إن زينب طبيعية كل ده، وبيقرر يروح لها علشان يعرفها الخبر لو هي لسه ما تعرفش. وبتكون أيلول في المكتب وبتلاقي الخبر على النت ولسه هتقول لزينب لقيت جنير داخل برضه بيحكي لها، بس ملحقوش علشان خليل وصل وطلب من زينب تيجي معاه ضروري وأخدها ومشي وهي مش فاهمة أي حاجة. بيجتمع يلمز مع بناته وأحفاده وبيتعشوا مع بعض، وبتبدأ سراي تقول لهم إن هم كانوا في المستشفى وفريدة أغمى عليها وساعدها حد يعرفوه. فبيسألها مين الحد ده، فردت عليه فريدة إن هم لقوا قدر، فبيستغرب من اللي قالوه. وبنرجع فلاش باك لما كانت فريدة وسراي في المستشفى بعد ما سابوا قدر،
ولما بتنادي الدكتورة على فريدة بتعدي قدر، فبتلاقي فريدة قاعدة لوحدها، فبتطمن عليها وبتقول لها إنها معرفتش تشوف الدكتور النهاردة وهتبقى تجيله بكرة، وسلمت عليها ومشيت. بيسألهم يلمز عن سبب وجودها، فردت عليه فريدة إنها كانت هناك علشان ممرضة، فعمل نفسه إنه هو عارف إنها ممرضة، لكن الحقيقة عكس كده. واللي كملت كلامها وقالت له إن كان معاها تقرير وجت تسأل الدكتور عليه، وبيبدأ يسألها سألت عنه ولا لأ، فقالت له هتسأل ليه؟ وبيتعصب عليهم يلمز. بياخد خليل زينب وبيتجه لبيت الجبل، وهي بتحاول تسأله فيه ايه، لكن هو بينكر طبعا ان حصل حاجة، وبيقول لها ان بس نفسيته وحشة وعايزها تيجي معاه هناك يومين. فبتسأله علي فؤاد هيجي ولا لأ، فبيقول لها ممكن يجي. فقالت له ان هو بعت لها هدية وطلعت له السلسلة، وقالت له ان هو كتب لها كمان رسالة، وبيقول لها ان مفيش حاجة صدفة. بيبدأ خليل يفتكر أمه لما حضرت لهم الأكل في رمضان علشان يصوموا، وصحي يلمز على ريحة الأكل وأكل معاهم. بيسألها جابته منين، وقالت له إن هو من صاحب الشغل. بتروح شغلها تاني يوم، بتلاقيهم بيوزعوا هدوم العيد للأطفال بكل المقاسات، وبدأت تدور على حاجة لولادها، بتلاقي قميص أبيض لابنها وبتفرح قوي. بيبدأ زمايلها في الشغل يدعوا لعلي فؤاد وإن هو راجل كريم. بتقترح جنة عليهم إن هم يساعدوه زي ما هو عمل، بس هيخلوا ولادهم هم اللي يفرحوه. بنرجع للوقت الحاضر لبيت يلمز، بتنادي برسان على بنتها وبتزعق لها إنها فتحت موضوع قدر قدام يلمز، فبترد عليها سراي إنها نفسها إن هو يلاقي حد أسوأ منه علشان هو يستاهل كده. بينادي عليها جدها علشان تجيب له الشاي، فدخلت له الشاي، لكن هو قال لها تعالي عايزك في موضوع. سألها عن قدر وقال لها انت كنتي هتقولي حاجة بس هما منعوكي بره. قالت له مفيش حاجة، وإنها بس معرفتش توصل للدكتور النهاردة وهتروح له بكرة. بس بدأت سراي تسأل جدها إن الست دي مش بس سمعت عن اللي حصل، دي كمان شافت، وإلا إزاي هتعرف حال بيتنا. وبتسيب جدها في حيرة وبتقوم. بيوصل خليل زينب لبيت الجبل، وبيقول لها يتصل بتغرط ويرجع. بيرجع تغرط البيت، بيلاقي العمال ماشيين، فبيسأل المهندسة المسؤولة، فبتقوله إن خليل ما دفعش الدفعة اللي عليه، وهي مشيت العمال لحد ما يدفع. فقال لها إن هو هيخلي خليل أول ما يوصل يكلمها. بيدخل راجل تاني عليه وبيقوله فين خليل، وبيكون معاه هدية من علي فؤاد لخليل، بيستلمها منه وبيمشي. بيحاول يفتح خليل تليفونه، بيتصل بتغرط اللي فتح الهدية بتاعته أصلا ولقاها قميص أبيض. واتكلموا خليل وقاله إن هو مش قادر يحكي لزينب، بس قاله إن هو لازم يعمل كده، وحكاله على الهدية بتاعته وإنه كاتب له رسالة بيقوله فيها هتلبس القميص الأبيض من هنا ورايح. فضحك خليل واتأثر وقفل التليفون. بدأ يفتكر أمه وهي بتلبسه القميص الأبيض وهو صغير في العيد، وطلبت منه هو وإخواته إن هم يرسموا ويكتبوا رسائل لعمهم اللي جاب لهم الهدوم علشان هو بعيد عن أهله ولازم يفرحوه زي ما هو فرحهم. فعلا دخلوا كلهم وبدأوا يرسموا في الأوضة، وبيدخل أبوهم عليهم وبيبدأ يسألها بأسلوب وحش هي جابت الحاجات دي منين. وقال لها المدير عرف منين إن ابنك عايز قميص أبيض، ومسك ابنه من القميص وقطع له الزراير، وهو بيهدد جنة إن هو هيقضي عليها ويفسد فرحتهم. بيدخل خليل زينب وبيلاقيها ماسكة التليفون، فبيشده منها علشان ما تشوفش الأخبار، وأخدها علشان ياكله. لكن زينب بتحس إن هو متغير جدا وبتحاول تفهم منه، لكن هو ما بيقدرش يقول لها الحقيقة، هو بيخبي عنها لكنه مش مرتاح. بتقعد أرمان مع جوزها وبتستغرب من هدوءه وإنه مش قلقان على زينب. بتبدأ تسأله كان فين امبارح وكلم مين، وبدأت تضغط عليه لحد ما قال لها إن هو كان مع علي فؤاد وكان بيطلب منه يبعد عن بنته. فبتستغرب أرمان إيه علاقة الراجل ده ببنتها، بس هو بيتهرب منها. هو بيقول لها إن هو راح ربع ساعة ورجع وبس كده، بس أرمان مش بتصدقه، لكن هو بيقول لها علشان الموضوع متعلق ببنته فهو بيحاول يحميها، لكن برضه مش مصدقاه. وبتطلب منه يحكي لها الحقيقة، بتهدده إنها تقول لزينب أو تخليها توصل لعلي فؤاد بنفسها، فبيهددها إنها ما تتكلمش. طبعا أرمال ملاحظة العلامة اللي على وشه، وبتسأله هما اتخانقوا امبارح، فبيقول لها أيوة وإن هما ضربوا بعض كمان. بيقول لها إن هو لو ما كانش راح له كانت بنتهم هتروح من إيديهم. وبيبدأ جيمي يعترف لها إن علي فؤاد يبقى والد زينب الحقيقي. بتتصدم طبعا أرمان وبتقوله إن هما يبلغوا الشرطة، لكنه بيقول لها ما تقلقش ما بقاش فيه خطر على بنتنا تاني. بتقلق زينب من هدوء خليل وإنه ما اتصلش كل ده بعلي فؤاد، بس هو بيتهرب منها وبيقول لها إن هو عايز يكون معاها، لكن بتقوله على السلسلة وإنها مستغربة إزاي في راجل رحيم وما عندوش ضمير في نفس الوقت. لكن خليل بيحاول يغير الكلام ومش قادر يقول لها الحقيقة. وبنشوف أرمان بتمسك الموبايل وبتلاقي خبر علي فؤاد وبتفهم طبعا اللي حصل.
بتصحى زينب من النوم وبيتصل بيها صرب وبيقول لها إن الطفلة اللي تقريبا تبقى بنت علي فؤاد راحت دار رعاية في كوتاهية، وطبعا هي راحت كوتاهية كتير وهي صغيرة، وكمان عرف إن الطفلة فيها جرح عميق في إيديها ولسه متوصلش البيانات أكتر من كده. بتبص على إيديها بتلاقي الجرح، فبتطلب منه إن هو يبحث عن قيد طفلة اتولدت في نفس الوقت وفي نفس المستشفى واسمها زينب أندار، وطبعا بيستغرب منها وبتفضل تعيط وهي مصدومة. بيجيلها خليل فبتتعصب عليه لأنها عرفت إن هو أكيد عارف، لكن بيحاول يهديها ويقول لها إن والدها ضحى بنفسه علشانها وإن هو أشجع راجل في الدنيا. بيصحى يلمز بيستعد علشان يروح المستشفى علشان عارف إن قدر هتبقى هناك، وبيوصل يلمز المستشفى وبيفضل مستني قدر لحد ما تيجي، وبيمر الوقت وهو قاعد مستني وهي مش بتيجي. بياخد خليل زينب لمكان اليخت والشرطة بتكون هناك وبيلاقوا عمر وبيقول لهم إن هم لسه بيدوروا عليه. بيروح يلمز لبيت قدر وبياخد كرسي وبيقعد على الباب وبيقول لها إن هو عايزها تيجي البيت عنده تشرب القهوة وتشوفه على حقيقته وهتقبل بيه ولا لأ، وقال لها إن هو مستني ردها. بتفتكر قدر لما راحت بيت أختها ولقيتها واقعة في الحمام وميتة وبتتوعد يلمز. بيقرا جم الخبر بتاع اختفاء علي فؤاد وبيتوتر جدا وبتطلب منه أرمان يتصلوا بزينب لكنه بيرفض، وبتقوله إن هو يحكي لها اللي حصل، لكنه بيقول لها إنها كانت مجرد خناقة، وهي بتقوله لو مجرد خناقة إزاي متأكد من رجوع زينب ليهم، وهو بيقول لها إن زينب ما ينفعش تعرف حاجة علشان كده هيقطعوا الحبل اللي بينهم وهتفضل شايفاه إن هو اللي قتل أبوها. زينب بتفضل تعيط وبيحاول خليل يهديها وبيسمعوا الضابط بيقول إن هما لقوا جثة راجل في ال60 وجايين بيه. بيوصلوا بالجثة وبيفتحوا عليه علشان يشوفوه وبيطلع علي فؤاد. طبعا بيتصدم خليل وبيفتكر الرسالة اللي كتبها له وبتفضل تصرخ زينب وتعيط عليه. يا ترى زينب هتعمل ايه؟ وهل هيعرفوا مين اللي عمل فيه كده ولا لأ؟ أو يلمز هيعمل ايه مع قدر؟ وهل هو كشفها ولا لأ؟ كل الأحداث دي هنلاقيها في الملخص اللي جاي، فاستنونا. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. اكتبوا لنا في التعليقات عايزين الحلقة اللي جاية امتى، وكمان اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong